الجولة العاشرة أكيد بدأ الفريق بتعادل داخل الميدان من فريق شباب الريف حسام. هذه محاولة خطيرة، جول لفائدة الحسنية. ياسين البساطي يفتتح التسجيل في حدود دقيقة 18. مشاهدة كرام، في الوقت الذي كنت تتحدث عن المعطيات والتراجع على مستوى نتائج الفريق العسكري، يسجل التراجع بالنسبة لمعطيات هذه الجولة الأولى بهدف من جانب ياسين البساطي الذي يستغل هفوة على مستوى التغطية الدفاعية بعد ما تابعنا أكيد التمرير على المقاص اللي كانت بالمقاص من جانب بديع او كيف اتجاه ياسين البساطي الذي ملعوبه. عمليه ديال التنفيذ المحاوله، فرصه متابعه وركله جزاء لفائده فريق حسنية أكادير. الفريق يقدم مقابلات جيده، لكن سوء حظ انه يعني في مجموعه من المباريات ما كيتمكنش من تحقيق نتيجه ايجابيه. نتابعوا كان تدخل بالشكل جيد في مرحلة أولى، لكن بعد ذلك عقوبة انضباطية ضد سيبحث عن توقيع هدف الأول بالنسبة لهذا المهاجم بعد العودة لفريق الحسنية. دي خطيرة 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 خطيرة، جول لفائدة حسنية أكادير. هدف ثاني والموقع زومان كوني أكيد كان تابعوا بهذه الصورة المعبرة، أكيد يفرح بتسجيل الهدف الثاني، والحمد لله على هذا الهدف الثاني بالنسبة لفريق حسنية. هذه كانت الإشارة من جانب قميص ديال هذا اللاعب زومان كوني لاعب فريق حسنية أكادير. أظن بأن الأمور بدأت تتعقد بالنسبة لفريق الجيش الملكي، متأخر بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى. أكيد كذلك موسم السادس الغياب عن تسجيل لقب كأس العرش. هذه محاولة للحسنية خطيرة 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 خطيرة، هدف ثالث لفريق حسنية أكادير. قلت الفريق الذي يقدم مقابلات كبيرة خصوصا خارج الميدان. تخيلوا معي منذ الجولة الثالثة لم يحقق فريق الحسنية الانتصار ميدانه، لكن على خلاف ذلك هو الفريق الذي يحقق مجموعة من الانتصارات خارج الميدان وبأكبر الحصص بعد ما كان تمكن من الفوز على حساب المغرب التطواني ب4-2 بمدينة تطوان، وعلى حساب أولمبيك صافي بنتيجة 4-2، وعلى حساب المولودية الوجدية ب3-2 بمدينة وجدة. الآن يؤكد الحضور قولها أكيد وتحمل فيها كامل المسؤولية، لأنه الحسنية من الفرق صراحة اللي يعني تمتع في كل أو أغلب المباريات ديال الفريق في هذا الموسم حتى الموسم الماضي. وهذه من الأمور اللي لمسناها رفقة المدرب عبد الهادي السكيتيوي. قلت بأنه أكيد نهج تكتيكي مفتوح ضد الفرق والحصيلة التهديفية كتكون جيدة. هذه محاولة خطيرة، وصلت جهة اليسرى خطيرة 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 خطيرة، جول رابع لفائدة فريق الحسنية. إذا يأتي الهدف يأتي من توقيع ياسين كارين في حدود دقيقة 71. وكما قلت الحسنية تجلس على الأخضر واليابس فيما يخص مجموعة من المقابلات. حصيلة 4-0 أكيد تبقى حصيلة كبيرة. نتابعوا الإعادة، تلعبات من كارين لكن كان هناك متابعة. إذا كارين التمريرة ديالو وزومان كوني. إذا زومان كوني يتمكن من تسجيل الهدف، الرابع لفائدة فريق حسنية أكادير. 4-0 بالواحد. كانت مجموعة من النتائج. هذه محاولة، فرصة، جول لفائدة
فائدة فريق الجيش الملكي. هدف تقليص الفارق. يوسف انور يستغل رجوع الكرة ويتمكن من تسديدها مباشرة في اتجاه شباك الحارس المجد، وتصبح النتيجة 4-1. تصبح النتيجة 4-1. تبع العرضية من عباد النغمي، تدخل من الحارس يستغل اكيد الفرصة في الوقت المناسب يوسف انور ويقلص الفارق بالنسبة لنتيجة هذه المقابلة. 5 ديال الاهداف اكيد